السلام عليكم. بدأ ماتش الزمالك والبنك الأهلي بثلاث قروض وفوائد ربوية وشهادات بنكية، واعتمد المدير الفني للزمالك الشهير ببارتيز على خطة شيك شكلا 4-3-3 ملهاش وجود موضوعا بقيادة زعيم المواقف الصعبة عمرو السيسي. أما المدير الفني للبنك الأهلي بابا فاسيليو فاعتمد على خطة دفاعية لجس نبض الهجوم الزملكاوي، فلقى 3 قطط ما بتخربش قدامهم ناصر منسي فاطمن وهاجم وضيع، وفجأة الشوط الاول خلص. وعشان خلص بالسرعه دي قررت اديلك ملخص الشوط الاول من وجهه نظر البتاع اللي بتعمل انوار غريبه. تيجوا ساعه ميدل من غير بوازيك ايه؟ انا هنزل سرعه حاويات يا ايه؟ في ازازه في الملعب؟ مين العبيط ده؟ دي سجدة شكر ولا ايه؟ ابلع هندس هاتها. انا عارف نقطة ضعف عواد، الكرة جاية علينا انت السبب، خد بطحة لموا عيالكم كنت هخبطوا شلوت. الزمالك بيلعب بسوبر ماريو باك شمال، دوق طعم فنتاتي ها مش جوسي. يا لهوي الفتة متقلة الواحد خالص، تبا للموزة. ايه السرعة دي؟ انت كسر صيامك ببلح، باينني كترت في السوبيا بايننا. فرصتي هاخد كارد من غير فوايد. رمضان شهر الكرم، مستحيل ابخل على ابو جبل بهدفي. الست مش ملزمة بالرضاعة وانا مش ملزم اروح على كل الكور. يخرب بيت القراصية صعبة الهضم. خد الكرة عشان ما بهدلش الملعب. سو ماتش دهون مش قادر انط. هو شلبي ما بيجريش ليه من ساعة ما جه الفرق؟ نيمار دي برازيل، نيمار دي كاريوكا، نيمار جاي من اجل البالون دور. اتعلمت حتة من مديريتش هوريها لكم. ايه؟ خلي بالك على نفسك، انا جاي ومش هرحم حد. لا ما تلفش بقى، الكنافه بتقل التويستات. الله، هي الكرة مش عايزانا العب بيها ولا ايه؟ ابن اخو عادل شكل؟ من الام الاقدام. ايه ده فاول ليهم؟ انا خفيت من الظلم. هوبا شفشق خشاف دلدق على النجيله. اصعب احساس لما الاسود جيلك من اخوك النيجر. فريدم. عدت. خد تجلنجايه حمد التحش، هاخدها ورقصهم رايح راجع والفها وابقى بطل. هوبا منخري رشق في غيط البرسيم، وهنا كان لازم اتدخل. خد قصريه تمريره خاطئه، هصلح اخطائي. هي المحاشي بتقلل النظر؟ ايه الاحضان دي؟ لا ده انا راجل قوي. الحارس الفرنسي العبيط بارتيز لما امك تقول لك التيشيرت كحك عليه. في الماتش ده الدنيا حر طبعا، طلع وقلع اهو ولابس فانيلا وهيقوم بمهامه مره تانية اهو في نص الشعب. بتعمل ايه يا سيد؟ انت بتهجم علينا، كفايه يا سيد. هي الرجاله بتلعب بالشورتات بس؟ الحمد لله على السلامه. الزمالك ودع كل البطولات. المهم مع بدايه الشوط الثاني سرحت في لاعب اداؤه غريب وما قدرتش اوصل لاي حاجه. عمرو السيسي خلاني الجا للصحفي الكبير ابو المهازل. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستديره، وعدت لكم باكتشافات جديده هتهد من التوازن الرياضي والسياسي في مصر وفيصل. عمرو السيسي لاعب مجند من الحكومة المصرية لقضاء استقرار الزمالك. فلو بصينا على مسيرة اللاعب مع الأندية قبل انتقاله لنادي الزمالك سنجد أنه في 2018 التحق بنادي النجوم ولعب له 30 مباراة، وكانت مسيرة اللاعب قبل انتقاله للنجوم مجهولة للعامة إلا أن فاللاعب وهو في عمر 20 كان تحت التدريب من الدولة للقضاء على الزمالك. فإن أشبكنا الخيوط سنجد أن مصر في عام 2016 وضعت رؤية مصر 2030، وفي عام 2016 بلغ عمرو السيسي عامه 20 ولعب 30 مباراة مع النجوم قبل انتقاله لنادي طلائع الجيش. 20 عام و30 مباراة وطلائع الجيش ورؤية مصر 2030. طب خد الخطيرة، يبلغ عمر عمرو السيسي 28 عام ويبلغ عمر نادي طلائع الجيش منذ تأسيسه 28 عام. لماذا؟ هل هي صدفة؟ طب خد النهي، لعب عمرو السيسي مع طلائع الجيش 90 مباراة، ومنذ 90 عام ولد الفداء العظيم الوطني عزة العلايلة قائد وزعيم عملية طريق إلى إله. ومنذ انتقال عمرو السيسي للزمالك لعب الزمالك 25 مباراة، تحصر في 16 وفاز في 9. إذن عمرو السيسي لاعب مجند من الحكومة المصرية للقضاء على الزمالك. بشكر الكابتن الكبير اللامع مهند على الاستضافة العظيمة دي، وبوعدكم في الظهور في حلقات جديدة من برنامجكم أسرار وخبايا المستديرة. سلام. وبعد العودة دي ما اقدرش اكلمك غير في 4 نقط. الاولى جول
للبنك الاهلي بعد تمركز كريمي بيزفلط من خط الدفاع الزملكاوي في الدقيقه 83. الثانيه جول في الدقيقه 87 للبنك الاهلي بعد امل من اللعيبه في ان الكره هتطلع بره ويروحوا بدري والحكم يصفر ويتسحروا، لكن احمد هلال شاء دون ذلك وبلعنا جول. الثالثه جول، فهنلاقي بعدها بدقيقتين لعيبه الزمالك حست ان الماتش خلص، لكن احساسهم ما كانش في محله لان الحكم ما صفرش، وعدت كوره غوغائيه من خط الدفاع الزملكاوي وصلت لكريستيانو البنك وهوبا جول. النقطه الرابعه، الزمالك خرج من كاس الرابطه ومحتاجين خط دفاع جديد، وعشان انت وصلت معايا للمرحله دي قررت اديلك ملخص الشوط الثاني من وجهه نظر السحر ده تانجو. انا بعز الرقصه دي جدا، عديني طيب، مش محتاج كل الوقت ده، بس استمتعوا بفن الباص. تسلل يا جدعان، محدش معتمد رايت ليه؟ ولا انا عشان معيش صفاره؟ يا الله الحقوني انا اتعميت. اخر حاجه شفتها جاز ماسترز اديداس فوسفوري. انا سيد نيمار، خد يا مبابي، انا عايز زلابيا. بقالكوا 5 سنين موقفيني جول ثابت حقي. بعيدا عن الفيديو، الراجل ده شبه مروان ابن خالتي يا جماعه. ما بحبش الكوار السريعه، الكركاتيه ما يعزش الجري الطويل. اللاعب الرهيب سامسون بلابولا، حضرتك مثل الاعلى، انت بتضحكني جدا من كتر جمداني. خايفين يخترقوا من ناحيتي يا ويحي. لمسه غير متوقعه، انا تهت. دي شوطه غير متوقعه. احنا اتلعب بينا. النفسيه محتاجه فول بالبيض على الصحون. مين اللي بيقزح بعرض الملعب ده؟ هز اللي هي يا عدعوده كاردي. الحمد لله على السلامه. من فضلك اديني لايك، اشتراك، تعليق، ودلعني. وبكده بقى انا خلصت. سلام.